انا لازم اكون اشطر حد في دفعتي، عشان كده الاجازة مش لازم تعدي كده. ايه ده عدى يومين. ايه ده، لا قصدي اسبوعين. حاجات كتير لازم تتغير. اه، في حاجات كتير قوي بتوجعني. طب نلحق حاجة في الاجازة؟ معاك وقت. طيب نعمل ايه في الاجازة؟ الاجازة الحقيقة هنقسمها لاتنين. الطلبة اللي خلصت سنة تالتة وداخلة رابعة إن شاء الله، يعني غالبا أخدت أورثوبيدك أو حتى لو ما خدتش عظام، المهم خدت راوندات. والطلبة اللي قبل سنة تالتة اللي لسه ما أخدوش أي راوندات. خلينا نبدأ بيهم. لو انت ما خلصتش اي راوند، يعني يا دوب اخدت البيزكس، اخدت شويه اناتومي، بايوميكانكس، شويه موداليتيز زي الكترو، ثيرابيوتيك، مانيوال، شويه الحاجات دول، هنعمل ايه؟ اول حاجه في الاجازه تعملها معاك ان انت ترتاح راحه كافيه، تكون انت طالع من امتحانات مجهد، عايز تطلع مصيف، عايز تتفرج على حاجه، خد فتره راحه. تاني حاجه هنستعيد شوية نشاط ونجيب شوية المحاضرات بتاعتنا، يعني أي سورس تكون بترتاح له. مش هقولك بقى مراجع كبيرة وإزاي هستخدمها وكده، ممكن تبدأ بالسورس بتاع العادي بتاعت المحاضرات. نراجع شوية أناتومي، نراجع شوية بايوميكانكس، نراجع شوية فيسيولوجي، وده يمكن شوية تقيل على بعض الناس، ونراجع الموداليتيز اللي احنا خدناها في سنة تانية. طيب ليه؟ كل ده علشان بس أولا ما تنساش اللي انت اخدته، تاني حاجة علشان تجهز نفسك لراوند كبير زي راوند العظام لو انت هتاخده في سنة تالتة. طيب بالنسبة للكورسات، كلكم بتسألوا عن الكورسات. نصيحة مني، الكورسات دايما موجودة ودايما مش هتحتاجها دلوقتي، لكن لو انت مصمم يعني تاخد كورس وتبقى حاسس بإنجاز في حاجة، أنصحك تاخد كورسات ممكن تفيدك زي تحسن انجليش، ممكن شوية كورس زي التيبنج، كاينيزيو، حجامة، حكابنج حتى. دول ممكن دلوقتي يكونوا اوكي مع المرحلة الدراسية اللي انت بتمر بيها. طيب ممكن نعمل حاجة تانية. طيب ممكن قسم الترفيه، خلينا بقى لو انت شوية عندك شوية هوايات ممكن نتجه لأي هواية بتحبها. ممكن نقرا حاجات خالص بره المناهج، الناس تحب روايات، تحب كتب دينية، حتى الجزء الديني لو انت بدأت تراجع قرآن او كنت بتراجع ووقفت عشان الامتحانات ارجع تاني. واخيرا ان انت تركز على ان لو عندك وقت تنزل تشتغل بارت تايم، وكلامي ده سواء للولاد او للبنات، انزل اشتغل بارت تايم. طب ليه انزل اشتغل بارت تايم؟ انا مش محتاج فلوس. الموضوع مش موضوع فلوس على قد ما هو سكيلز ومهارات هتتعلمها من الشغل، حتى هتشتغل بارت تايم 3 ايام في الاسبوع او حتى نص يوم. طيب كده خلصنا اول جزء، وهما الايه، وهما اللي خلصوا لغايه داخلين سنه ثالثه ان شاء الله هنخلصوا اولى وثانيه. الجزء الجاي هنتكلم على اللي خلاص خلصوا ثالثه، اخدوا راوندات وطالعين سنه رابعه. بس كده، استنونا في الجزء الثاني. معلوماتنا النهارده خلصت، اشوفكم في الجزء الثاني.